اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم، هو ازاي احول كشف الحساب. بعد طبعا ما لغوا خدمه تحويل كشف الحساب على البريد الالكتروني، ازاي احوله على تطبيق الاهلي نت او الاهلي موبايل. قبل ما اكمل الحلقه، يا ريت اللي بيشوف الحلقه اول مره سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه ولايك وشير الفيديو. اما متابعين الافاضل على القناه، لايك وشير الفيديو. وبنبه تاني، يا ريت اللي بيشوف الحلقه اول مره ما تشوفش الحلقه وما تعملش سبسكرايب للقناه او تكمل الحلقه للاخر. لازم تكمل الحلقه وتعمل سبسكرايب للقناه لو سمحت. نكمل حلقتنا. هو دلوقتي بعد طبعا الغاء خاصيه ان انا احول كشف الحساب على البريد الالكتروني. طبعا في ناس كتيره جدا عملت، يعني هيحصل لها مشكله بسبب الموضوع دوت. وطبعا جات لي اسئله كتيره جدا على القناه الفتره اللي فاتت في ان انا ايه يعني الطريقه ان انا اعمل حلقه على تحويل كشف الحساب على البريد الالكتروني، على قصدي على خدمه الاهلي نت او تطبيق الاهلي موبايل. انا اتاخرت ليه؟ انا كنت بحاول طبعا اجمع اسئله في الموضوع، وسالت حتى موظفين البنك ذات نفسهم في بعض الحاجات الفنيه. لان طبعا لما جينا نخش عن طريق الموقع عشان خاطر نعمل تحويل من كشف الحساب البريدي الالكتروني على لكشف الحساب الاهلي موبايل، اللي حاول ان هو يعمل الكلام ده عن طريق الموقع، هتلاقيه بيوصل لغايه اخر خطوه، والخطوه ديت ما بتديلوش اوبشن ان هو يختار ما بين البريد الالكتروني والاهلي موبايل. تمام. فانا هعمل الخطوات دلوقتي، وهنقول حل المشكله دي في نهايه الحلقه. الاول بس نعمل ازاي خطوات ان احنا نشترك في خدمه تحويل كشف الحساب على الاهلي نت. هقول لكم الخطوات ايه، وبعد كده هقول لكم الحل بتاع لو حد مشترك اوريدي اصلا في البريد الالكتروني، ازاي يحول من البريد الالكتروني الى خدمه الاهلي نت او الاهلي موبايل. نبدا مع بعض الخطوات كده. هنخش مع بعض على جوجل ونكتب البنك الاهلي المصري. نختار اول اختيار. تمام. بعد كده هنيجي على الثلاث نقط اللي تحت بعض دول او الثلاث شروط تحت بعض دول. هنختار الخدمة الذاتية. تمام. هنفضل ننزل لغاية لما طبعا لما نوصل لخدمة تحويل اللي هو كشف الحساب الإلكتروني اهيت قدامنا الاشتراك في الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات. خش قدامنا على الصفحة دي زي ما احنا شايفين، وفي هنا طبعا الأول بيبقى فيه خطوات، وبعد كده بيتكلم عن الشروط والأحكام والحاجات دي كلها. هنبدأ هنا تحت بقى نكتب هنا هوت في المكان ده الرقم القومي، ونكتب بعد كده رقم التليفون، وبقى نضغط على كلمة تنفيذ. نشوف مع بعضنا هنعمل ايه. بعد ما كتبنا هنا الرقم القومي بالكامل ورقم ايه ورقم التليفون، بنعمل تنفيذ. بيديني الزرار التنفيذ ده بيتحول لكلمة حاجة اسمها جري المعالجة، وبتظهر رسالة تحت اللي هو الزرار ده كده. تعال نشوفه مع بعض. بيجي لي رسالة بيقول رجاء العلم بأنه سوف يعني بيوصلك يعني رمز او تي بي عبارة عن 5 ارقام او 6 ارقام تقريبا، للتحقق بان انت الخدمة يعني البيانات دي الحقيقية دي بتاعتك. طبعا كل اللي انت بتعمله حضرتك بتعمل تأكيد، وبيبعت لك رسالة على الموبايل. تمام. في ساعتها زي ما احنا شايفين هو هنا بعت رسالة اهو، زي ما احنا شايفين فوق اهوت. بتفتح الرسالة بيبقى بتلاقي فيها رقم مكون من 5 ارقام و6 ارقام تقريبا. بتكتب اللي هو ايه الرقم هنا اهوت. تمام. وبعد كده بتعمل كلمة تنفيذ. بعد ما بتعمل تنفيذ بيدخلك الخطوة اللي بعد كده، ان هو بيتحقق من البريد الالكتروني بتاعك، وبيتاكد ان البريد الالكتروني اللي موجود اللي على الحساب بتاعك هو اللي بتاعك فعلا. بتكتب البريد الالكتروني هنا، وبتكتب البريد الالكتروني هنا، وبتعمل عمليه تنفيذ. بيبعت لك زي رساله او مسج عندك على الايميل. بتخش تجيب الرقم المرجعي اللي موجود فيها وبتكتبه هنا، وبتعمل كلمه تنفيذ. بعد كده بيجيبك على الصفحه اللي انت شايفها قدامك، بيبقى طبعا فيها موافقه على الشروط والاحكام. بتوافق على الاتنين وبتعمل تنفيذ برضو. هنا بقى دي اخر خطوه تقريبا، بيقول لك بدائل كشوف الحسابات الورقيه. في عندك اختيار الاطلاع على كشف الحساب
ماشي، الاطلاع على كشف عن المعاملات الماليه من خلال اهل النت، واستلام كشوف الحسابات من خلال البريد الالكتروني. طبعا هنختار اللي هو الاختيار الاولاني اللي هو دهوت، نضغط على الدايره اللي في جنب دي، هتلاقي بتتحول للون الازرق، وبعد كده نعمل استكمال. هنا بيوصلك رسالة قد تم استلام طلبكم بنجاح وقيد التنفيذ، وبيبقى رقم مرجعي معين ايا كان رقم المرجعي اللي موجود. كده انت اشتركت او حولت خدمة الكشف الحساب على الاهلي موبايل. بتخش عن طريق الموبايل من جوه تعمل انت تعمل كشف الحساب، تستفسر عنه عادي خالص بدون اي مشاكل، وبعدها على طول مبقاش في مشكلة. طيب احنا كده عملنا خدمة الاشتراك لأول مرة. لو حد مش مشترك أصلا في خدمة البريد الإلكتروني وعايز يشترك في إن هو يحوله على أهل النت، يبقى بيعمله بالطريقة دي. طبعا احنا قلنا خدمة التحويل أو الاطلاع على كشف الحساب على خدمة الأهل النت مجانا تقريبا لغاية آخر السنة تقريبا في البنك الأهلي المصري. تمام كده، هي حاليا عامة مجانا لغاية دلوقتي. انت تشوف كشف الحساب على الأهلي موبايل ده مجانا. تمام. طيب انا دلوقتي لو انا مشترك في خدمه البريد الالكتروني، انا طبعا حاولت ان انا اخش جوه الفرع، وحاولت ان انا اقدم طلب من جوه الفرع ان انا احول خدمه كشف الحساب البريد من بريد الكتروني ل اهل النت. ما فيش ولا حد من الموظفين عارف الطريقه خالص. كلمت الخط الساخن، حاولت ان انا اتكلم معاهم، وفي الحته دي برضو محدش فيهم اداني رد معين. ولكن اخر ما توصلت ليه هو المفروض كانوا مدين مهله لغايه يوم 15/9، ماشي، عشان الناس تحول من خدمة البريد الإلكتروني من خدمة تحويل كشف الحساب من البريد الإلكتروني على خدمة الأهلي موبايل أو الأهلي نت. طيب فاحنا كلنا هنستنى لغاية يوم 15/9، هتلاقي الخدمة اتكنسلت أو اتلغت. هتلاقي الخدمة اتكنسلت أو اتلغت. بعد ما الخدمة تتلغى هنخش تعملوا الخطوات اللي أنا لسه عاملها دلوقتي. ما هو المفروض الخدمة لما تتلغي ما عادش فيه، بقى هو كده هيرجع لك تاني كشف الحساب ورقي. هنخش عن طريق نفس الخطوات نعمل بقى كشف الحساب من خلال خدمة الأهلي موبايل. يعني انت لو دخلت دلوقتي، انا حاولت اخش عن طريق الموقع بنفس الطرق بنفس الخطوات، بتيجي على الاخر ما بيديش اختيار اهل نت واهل موبايل، بيديني اختيارات يعني مختلفة خلاف الموضوع اللي انا فيه دلوقتي. تمام كده. ده كده مجمل خطوات التحويل خدمة الاهلي موبايل، خدمة كشف الحساب من على الاهلي موبايل من قصدي من البريد الالكتروني على الاهلي موبايل. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، ولو عندكم اي اسئله او استفسارات يا ريت تسيبوها لي تحت في التعليقات وانا هرد عليها. وبعتذر ان انا اتاخرت عن الحلقه، ولكن هي مجرد بس ان انا كنت بحاول ادور على بدايل للموضوع عشان خاطر ادي لكم معلومه يعني كامله شويه تقدر تفيدكم. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله بكم في حلقه جديده. يا ريت اللي بيتفرج على الحلقه ما ينساش يعمل سبسكرايب، يشترك في القناه، ويعمل لايك وشير للفيديو، اوعى تنسى. مع السلامه.